السلام عليكم ورحمة الله. مساء السعادة والسكر الزيادة على متابعين الغاليين وحبايب قلبي. مش عارفة ليه دايما كده بتوحشوني مع انكم معايا وفي قلبي على طول. النهاردة جاية وجايبة لكم قصة حلوة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بس ما ننساش تدعموني باللايك والكومنت، وتنسوا تكتبوا لي رأيكم في القصة والأحداث زي ما تعودنا على طول. قبل ما نبدأ حكايتنا نسمي الله ونصلي على أشرف الخلق رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما احكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي سمر، متجوزة وعندي 23 سنة، وساكنة أنا وجوزي في شقة إيجار. وفي يوم من الأيام كنت قاعدة في شقتي ولقيت جرس الباب بيرن، ولما فتحت لقيت حماتي قدامي وقلت لها اهلا وسهلا يا ماما، اتفضلي ادخلي. ولقيت حماتي اللي زقتني ودخلت على طول وقالت لي انا قلتلك مليون الف مرة انا ما اسميش ماما، ما فيش حد يقول لي ماما غير ولادي وبس. يلا نجري يا حبيبتي على جوه، جيبيلي حاجة اشربها، الجو حر والسلم عالي عليا، ولا انت البعيدة ما بتفهميش في اكرام الضيف؟ وانا اتكسفت منها جدا وما كنتش عارفة ارد عليها واقول لها ايه، وقلت لها حاضر ياما، اقصد يعني يا طنط اللي تشوفيه حاضر من عينيا، اتفضلي استريحي. وحماتي اللي قعدت وحطت رجل على رجل وانا سبتها ودخلت على المطبخ، وحماتي اللي قعدت تكلم نفسها وتقول انا مش عارفة ابني حب فيكي ايه، اديني اهو اتبالنا بواحدة زيك واتحسبت علينا جوازة، كفاية ان انت لحد دلوقتي مش عارفة تفرحينا بحتة عيل كاتك الهم. وكل ده وانا واقفة في المطبخ وسمع كل كلمة بتقولها عليا ودموعي نازلة على وشي، وانا كنت بتمنى ان حماتي تعاملني زي بنتها وتعوضني عن الله يرحمها. وانا عملت كوباية العصير وخرجت لحماتي ولقيتها بتقولي كل ده يختي في كوباية عصير؟ انا مش عارفة انت ليه مش خفيفة كده وشهلة، ومالها الشقة كده ريحتها مكمكمة؟ ليه ما بتفتحيش الشبابيك وتهوي شقتك كده يا حبيبتي؟ امال بقى لو معاكي عيل واتنين وتلاتة كانت الشقة دودت ولا ايه؟ ليه كده بس يا طنط؟ هو انا كنت عملت فيكي حاجة لده كله؟ كل ما تيجي عندي لازم تسمعيلي الكلام ده. انا بحبك جدا يا طنط وربنا اللي يعلم، وكان نفسي تحبيني زي ما بحبك كده. بقولك ايه بقى يا بنتي، الشويتون دول يا حبيبتي اعمليهم على ابني مش عليا انا، وامسحي دموع التماسيح اللي انت بتنزليها دي، ماشي؟ كفاية يا اختي ان ابني مقعدك في شقة ما كنتيش تحلمي تقعدي في ربعها. ما هو كان لازم برضو يقعدني في شقة يا حماتي، امال يعني كان هيتجوزني في شارع؟ على العموم الله يسامحك يا طنط. ولسه هكمل كلامي لقيت تليفوني اللي رن، وكانت مرات ابويا، وقلت لها الو ايوه يا احلام، في حاجة ولا ايه؟ مش بعادة يعني تتصل بيا في وقت زي ده؟ الله، مالك فيك ايه بتعيطي كده ليه يا احلام؟ تعالي بسرعة يا سمر، ابوكي كان نايم وعمال اصحي فيه من الصبح لقيته ما بيتحركش من مكانه، شكله كده مات. ايه اللي انت بتقولي ده؟ طيب كلمي الاسعاف بسرعة وانا جاية على طول. وقفلت معاها التليفون ولقيت حماتي بصلي بكل برود وقالت لي ايه ده، انت ماشية ورايحة فين يا الدلعادي؟ ازاي تمشي كده من غير ما تاخدي اذن عمر ابني؟ هو انت فاكراها تكيت ابوكي ولا ايه؟ ولا تكون سايبة ولا سايبة؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا طنط؟ يعني حضرتك مش سامعة كلام مرات ابويا وهي بتقولي ان ابويا تعبان جدا وهتطلب له الاسعاف؟ انا لازم اروح له دلوقتي حالا، وانا لو ما رحتلوش دلوقتي حالا عمري ما هسامحك ابدا. ده انا بقالي فترة طويلة نفسي اشوفه واطمن عليه، وانت اللي مش بتخليني اروح له خالص. والله دي حاجة ما تخصنيش اذا كان تعبان ولا غار في داهية. كل اللي عايزاكي تعمليه تكلمي ابني دلوقتي وتقولي له ان انت رايحة على بيت ابوكي، يا اما كده يا اما مفيش نزول خالص، وجوزك لو قالك لا يبقى لازم تسمعي كلامه وتقعدي مكانك هنا ومفيش خروج خالص. انت سامعة ولا لا؟
لو ده هو اللي هيريحك يا حماتي انا هعمله على طول، بس كل اللي انت بتعمليه معايا ده ما يرضيش ربنا ابدا. وانا مسكت تليفوني واتصلت بعمر جوزي وقال لي هو ينفع يعني يا سمر تاخدي اذني في حاجة زي كده؟ سيبي اللي في ايديكي وروحي على ابوكي على طول، وانا هخلص اللي في ايديا وهحصلك على هناك. قول لي اعمل ايه لمامتك يا عمر؟ ما كانتش راضية تخليني امشي من هنا غير لما اتصل بيك الاول. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يهديكي يا امي. طيب يا حبيبتي روحي على هناك بسرعة وقولي لها ان انا اتصلت بعمر وهو موافق. وقفلت مع عمر التليفون وغيرت هدومي بسرعة وخرجت من باب شقتي من غير ما اوجه لحماتي ولا كلمة. واول ما وصلت شقة ابويا لقيت الدكتور خارج من عنده، وانا قلت له طمني يا دكتور، قولي بابا كويس. للأسف يا مدام انا جيت متأخر جدا ووالدك قابل وجه رب كريم. والدكتور اللي قال كلامه وسابني ومشي على طول، وانا اللي انهارت من العياط وقلت سبتني ليه يا بابا؟ ده انا ماليش اي حد في الدنيا غيرك. وبعد شوية لقيت عمر دخل عليا وانا قلت له بابا مات يا عمر، ابويا اللي كان باقيلي من الدنيا دي مات، هتسند على مين دلوقتي يا عمر؟ انا كان نفسي اشوفه قبل ما يموت، حماتي السبب، هي اللي كانت بتمنعني ان انا اشوفه واطمن عليه، انا عمري ما هسامحها ابدا. اهدي بس يا سمر يا حبيبتي وما تعمليش في نفسك كده، باباكي راح للي احسن مني ومنك، مش عاوزك تزعلي ابدا. وكمان انا رحت فين؟ ما انا معاكي اهو جنبك يا حبيبتي، وحيد الله كده لا اله الا الله. وعمر اللي سابني وراح يخلص كل اجراءات الدفنة والعزا، وفعلا عمر خلص كل اجراءات العزا والدفنة، وانا كل ده مش مصدقة ان انا خلاص مش هشوف ابويا تاني. وفي العزا لقيت عمتي قربت مني وقالت لي عاوزاك تشد حيلك كده يا حبيبتي، هو راح للي احسن مني ومنك. هو فعلا في الفترة الاخيرة كنا دايما على خلاف مع بعض، بس يعلم ربنا ان انا عمري ما زعلت منه ابدا. الله يرحمه وسامحه بقى يا عمتي. وفضلت قاعدة في شقة ابويا لحد ما خلصت ايام العزا. وفي يوم لقيت الباب بيخبط عليا، ولما فتحت لقيت المحامي بتاع بابا وقلت له اهلا وسهلا يا استاذ صلاح اتفضل. والمحامي اللي دخل وقعد وقال انا اسف جدا ان انا جيت لكم كده من غير اي ميعاد، بس الحاج عبد الرحمن الله يرحمه وصاني بعد ما يموت ان انا اجيلكم واقول لكم على الوصية بتاعته، الله يرحمه برحمته يا رب. طيب يا استاذ صلاح ثواني هنادي على مرات ابويا وعمتي كمان، لازم يكونوا موجودين معانا ويسمعوا الوصية بنفسهم. اكيد طبعا يا مدام اتفضلي، بس انا يعني كنت بقول مفيش اي داعي ان انت تنادي عليهم دلوقتي. وانا اللي استغربت جدا من كلامه وقلت ازاي يعني مفيش اي داعي يا متر؟ مش هما من الورثة برضو؟ انا بنته الوحيدة واكيد عمتي هيبقى ليها في الورث، ومرات ابويا كمان، ما هي كانت مراته على سنة الله ورسوله. ايوه اكيد، بس في الحالة دي لو والدك الله يرحمه سايب التركة بتاعته من غير اي وصية، لكن هو موصي بعد الوفاة كل املاكه تبقى ملكك انتي، ما عدا الشقة دي بالنص بينك وبين احلام مراته. واحلام مرات ابويا اللي خرجت على كلام المحامي وهي متعصبة جدا وقالت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا متر؟ يعني المحروسة بنته هتاخد كل حاجة على الجاهز كده بعد ما خدمت وشلت كل حاجة على دماغي؟ ده انا استحملت اللي محدش يستحمله، وفي الاخر يطلع لي نص الشقة دي، يا ريت كان كتبها باسمي كلها. اظن دي حاجة ما تخصنيش يا مدام، هو حر في ماله ويعمل كل اللي هو عايزه. وكل اللي انا قلته لمدام سمر دلوقتي عبد الرحمن بيه موصيه بوصية رسم متسجلة في الشهر العقاري، يعني حاجة مش بايديا خالص يا مدام، دي وصية وعليها التنفيذ. الله يكحمه مطرح ما راح، ولا يرتاح ولا يتهنى في نومته ابدا. يعني هو ولا ريحني وهو عايش ولا ريحني وهو ميت. انا اتجوزت راجل كبير في السن عشان يضمن لي مستقبلي، واخرة الغز علقة بعد ما صبرت عليه السنين دي كلها، وفي الاخر يعمل اللي يعمله ده.
جرى ايه يا احلام؟ مش ملاحظه يا اختي ان انت بتتكلمي عن ابويا برضو؟ انا عمري ما اسمحلك تتكلمي عنه بالطريقه دي. يعني عاجبك اللي ابوكي عمله معايا ده يا سمر؟ يعني دي جزاتي ان انا استحملت كل ده معاه وفي الاخر ما طولش منه اي حاجه؟ ما انت خسرانه ايه يا اختي؟ ما كل حاجه بقت ملكك خلاص ومكتوبه باسمك. تلاقيكي انت اللي قعدت تزن على ودانه لحد ما كتبلك كل املاكه باسمك. بس والله يا سمر بحق حرقه قلبي دي كلها لردلك بدل القلم قلمين. اهدي لو سمحت يا مدام احلام، مش كده. ومدام سمر لسه عارفه مني الموضوع ده دلوقتي حالا واتفاجئت زيها زيك بالظبط. سيبها يا استاذ صلاح تتكلم زي ما هي عايزه، انا مقدره اللي هي فيه ده كويس قوي، واي واحده غيرها كانت عملت كده واكتر كمان. واحلام اللي بصت لي من فوق لتحت وسابتنا ومشيت، وانا بصيت للمحامي وقلت له انا اسفه جدا يا استاذ صلاح على اللي احلام عملته دلوقتي في حضورك. لا عادي ولا يهمك يا مدام سمر، على العموم انا لازم استأذن دلوقتي، وحقك اوعي تفرطي فيه في يوم من الايام. تمام؟ ربنا يسترها ان شاء الله ويعدي اللي حصل ده على خير. وانا وصلت المحامي لحد باب الشقة، واول ما فتحت الباب لقيت عمتي واقفة قدامي وقالت صحيح اللي احلام قالتهولي ده؟ يعني ابوكي قبل ما يموت كتبلك كل املاكه بيع وشراء باسمك، وانا فين يا اختي من ده كله؟ وقبل ما رد عليها الاستاذ صلاح قال لها مدام سمر ملهاش ذنب في كل اللي حصل ده يا مدام. عبد الرحمن بيه هو اللي وصل ان كل املاكه تتنقل باسم سمر بنته. ده انتوا رباطيه بقى، تلاقيكوا طبخينها مع بعض. انا الكلام ده ما ياكلش معايا ابدا، انا ليا في ميراث اخويا ولازم اخد حقي في اخويا تالت ومتلت. بقولك ايه يا مدام، ده اخر الكلام عندنا. مدام سمر هي اللي مسؤولة على كل املاك ابوها، ولو مش عاجبك الكلام ده المحكمة عندك اهي. واستاذ صلاح اللي بصلي وقال لي لو حد قالك نص كلمة يا مدام اتصل بيا على طول، هتلاقيني عندك في التو وفي اللحظة. وبص لعمتي من فوق لتحت وسابها ومشي على طول. وعمتي اللي دخلت على جوه وانا قفلت الباب ودخلت وراها وقلت لها والله يا عمته انا ما كنتش اعرف ان بابا هيعمل كده، انا اتفاجئت زيكم بالظبط. ما انت طبعا ولا على بالك، تلاقيكي مبسوطة عشان حطيتي ايديكي على كل املاك ابوكي. بس خليكي عارفة كويس قوي يا سمر ان من النهاردة انت كسبت عداوتي، ولا انت بنت اخويا ولا اعرفك من بعد النهاردة، واكيد حقي هعرف اخده تالت ومتلت. انا قاعدة ومستنية ان هو يموت ويغور في 60 داهية، وفي الاخر اطلع كده من المولد بلا حمص. اخصى عليك يا عمتي، يعني انت كنت بتتمني ان ابويا يموت؟ حرام عليك يا شيخة. ايوه يا اختي كنت بتمنى يغور في كل لحظة، ولا انت عندك اعتراض ولا ايه؟ اوعي كده من وشي كتك القرف بتفكريني بابوكي. وعمتي اللي سابتني ونزلت على تحت، وانا خدت بعضي ودخلت على اوضتي على طول. وعمر قال لي الله مالك يا سمر يا حبيبتي بتعيطي بالطريقة دي ليه؟ صدقني يا عمر انا ماليش ذنب في اي حاجة، بابا هو اللي كتب لي كل املاكه باسمي. اهدي بس كده يا حبيبتي وقولي لي هو كتب لك ايه بالظبط، وبعدين يعني ابوكي حر في ماله يعمل اللي هو عايزه. قولي لي بس هو كتب لك ايه بالظبط. ابدا يا عمر، كتب لي كل املاكه بيع وشراء، حتى الشقة دي كتب لي نصها بيني وبين مرات ابويا. حلو قوي الكلام ده. طيب خلاص، ايه اللي مزعلك ده كله؟ ابوك وهو حر يعمل اللي عايز يعمله، وكمان دي حاجة تزعلك المفروض تفرحك. اصل انت ما شفتش مرات ابويا عملت ايه معايا بره، ولا عمتي هي كمان؟ سيبك منهم يا حبيبتي وما تشغليش بالك بيهم خالص، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطة. اهم حاجة مش عايزك تزعلي ابدا، ولا عينيك الحلوين دول تنزل دمعة واحدة. حاضر يا حبيبي، من عينيا الاتنين. ثواني بس هلبس واجهز نفسي عشان نمشي ونروح على بيتنا. استني يا حبيبتي، طالما شقة ابوكي دي ليكي النص فيها خلاص
نقعد فيها ونسيب الشقة الإيجار اللي بندفع لها فلوس قد كده، وبالمرة ما ندفعش الإيجار اللي قد كده على قلوبنا؟ احنا أولى بكل مليم، ولا انت شايفة ايه يا حبيبتي؟ بس يعني يا عمر، مرات ابويا صعبة جدا، وانا ما ينفعش اعيش معاها في شقة واحدة. انت مش عارف هي ممكن تعمل فيا ايه. يعني انت يرضيكي يا حبيبتي يبقى عندك الاملاك دي كلها ونروح نقعد في شقة ايجار؟ صحيح، الاملاك دي بتاعتك انت لوحدك، وانا ماليش يد فيها. اللي انت عايزاه اعمليه يا حبيبتي. ايه اللي انت بتقوله ده بس يا حبيبي؟ انت عارف كويس قوي ان فلوسي هي فلوسك، يعني الموضوع واحد وخلاص يا حبيبي. اللي تشوفه انا معاك فيه على طول، بس المهم ما تكونش زعلان مني، وانا عمري ما ازعل منك يا حبيبتي. يلا اقفلي علينا باب الأوضة دي، لاني في موضوع عايزة اتكلم معاكي فيه، عشان المحامي بتاع ابوكي ده ما يضحكش عليكي خالص. لازم انصحك من ناحيته. ايه اللي انت بتقوله ده يا عمر؟ انت عارف ان المحامي بتاع العيلة صاحب بابا الله يرحمه من زمان، يعني عمره ما يأذيني او حتى يضرني في اي حاجة. بطلي عبط وهبل بقى، يا ريت تتنصحي شوية وتفوقي لنفسك يا سمر. مرات ابوكي دي لو دفعت له قرشين زيادة هيبيعك في لحظة واحدة. تعالي بس عشان افهمك. وفعلا قفلت باب الأوضة وقعدت انا وعمر جوه، وطول ما انا موجودة في الشقة احلام مرات ابويا كانت متجنباني خالص، وما كانتش بترضى تتكلم معايا ابدا. وفي يوم من الايام كنت قاعدة مع عمر جوزي وقلت له: بقول لك ايه يا حبيبي، مش المفروض برضو اروح اجيب الحاجة بتاعتي من شقتي؟ ونجيبها ليه بس يا حبيبتي؟ انا شايف ان شقة ابوكي فيها كل حاجة احنا عايزينها. ازاي يعني يا عمر؟ حاجتي وعفشي اللي هناك هنسيبها كده؟ برضو ما ينفعش. خلاص يا سمر بقى، يا ريت تقفلي على موضوع الشقة دلوقتي، ويا ريت ما تتكلميش فيه تاني. هو انا قلت لك نمشي من هنا يا عمر؟ انا قلت اروح على شقتي اجيب حاجتي اللي ناقصاني هناك، وعمر اللي مردش عليا وسابني ومشي على طول. وانا استغربت جدا من تصرفاته معايا، وقعدت اكلم نفسي واقول: يا ترى مخبى عليا ايه يا عمر؟ وانا قررت بيني وبين نفسي لما عمر يروح على شغله اروح اشوف ايه حكاية الشقة دي. وتاني يوم بعد ما نزل عمر على الشغل خدت بعضي ورحت على شقتي على طول، ولسه بفتح شقتي بالمفتاح سمعت صوت جوه، وقلت: ايه ده؟ معقول عمر يكون متجوز عليا؟ ودخلت على الشقة بسرعة ولقيت مروة اخت جوزي قاعدة في شقتي، وقلت لها: ايه ده مروة، انت بتعملي ايه في شقتي ولابسة لبسي كمان؟ ولقيت مروة اللي قاعدة قدامي وحاطة رجل على رجل، وقالت لي: دي شقة اخويا حبيبي وهو اللي اداهالي، وفوق ده كله بيدفع لي ايجارها كمان. يعني ايه الكلام ده يا مروة؟ وازاي عمر ما يقوليش الكلام ده؟ المفروض يعرفني على الاقل اخد حاجتي من الشقة. حاجة ايه يا ام حاجة؟ شكلك كده اتجننتي على الاخر. كل الحاجة اللي في الشقة دي بتاعت اخويا حبيبي، هو اللي جايبها. ويلا امشي من هنا بقى من غير ما ترد. وقبل ما ارد عليها لقيت حماتي جت من ورايا وبتقولي: انتي ايه اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ مش كفاية الفلوس اللي سابها لك ابوكي قبل ما يموت قد كده؟ انا بجد مش فاهمة ايه الطمع اللي انتي فيه ده كله، وكمان حاطة عينيكي على شقة ابني؟ لا بقى، انتوا شكلكم كلكم عاملين عليا رباطية ولا ايه؟ بقول لكم ايه انتوا الاتنين، انا مش همشي خطوة واحدة من هنا غير لما اخد حاجتي كلها واعملوا اللي تعملوه في الشقة. وحماتي ومروة اللي مسكوني من شعري وقعدوا يضربوا فيا، وقالت لي: شكلك كده يا بنت انتي ما بتفهميش غير لما تتضرب الاول. امشي يلا من هنا، ومش عايزة اشوف وشك ده تاني. اصل احنا عارفين صنفك ده كويس قوي، ما بيجيش غير بالعين الحمرا. وبعد ما ضربوني وبهدلوني زقوني قدام باب الشقة وخرجوني على بره. وحماتي اللي قعدت تزعق وتقولي: حسك عينك اشوفك هنا تاني، انت فاهمة يا بنت انتي ولا لا؟ وملكيش عندنا اي حاجة، يلا غوري. والله ما انا سايباكم ابدا، بقى انتوا بتعملوا فيا كده، بكرة هتشوف انا هعمل فيكم ايه.
ما تغوري بقى يا بنت انتي، ده انا ما صدقت ارتحنا منك وفي الاخر جايلنا لحد هنا وعايزه تاخدي شقه ابني كمان. ومن كتر الضرب حسيت ان بطني بتتقطع، وفجأة لقيت دم نازل مني كتير. ومروة اللي قالت لأمها يا لهوي يما لا تكون البت دي حامل وسقطناها. هي مين دي اللي حامل؟ ما انتي عارفة ان هي ما بتخلفش. ممكن يا اختي تكون خدت علاج كده ولا حاجة، ما انتي عارفة ان دلوقتي معاها فلوس على قلبها قد كده، واكيد يعني خدت علاج وخفت. يا لهوي يما لو فعلا ده حمل هنروح في 60 داهية. اسكتي يا بنتي وتعالي معايا نشيلها ونوديها على اقرب مستشفى، لا تروح مننا فتيس وبعد كده نعرف نتصرف. وفعلا شالوني هما الاتنين وانا كنت مغمى عليا ومش حاسة بأي حاجة، وودوني على المستشفى على طول. وفي الوقت ده مروة كلمت اخوها في التليفون، واول ما عرف جه على طول على المستشفى وقال ايه اللي حصل يا ماما، وسمر كانت بتعمل ايه معاكم؟ يا ريت حد يرد عليا ويفهمني. والله يا ابني ما كان قصدي اعمل لها اي حاجة، هي اللي كانت عايزة تدخل الشقة بالعافية وتاخد حاجتها كمان، فروحت زقها كده بالراحة، مش قصدي والله. ووقعت يا ابني ولقيناها نزفت على طول. وعمر اللي لسه هيرد عليها الدكتور خرج من جوه وقال انا عملت كل اللي اقدر عليه يا جماعة، بس للأسف ما قدرتش انقذ الجنين. انت بتقول ايه يا دكتور؟ معقولة سمر مراتي كانت حامل؟ ازاي بس يا دكتور؟ هو انتوا ما كنتوش تعرفوا ولا ايه؟ ده حامل بقالها شهر ونص. بس انا اسف جدا، لازم اعمل بلاغ في الشرطة على كل اللي حصل لها. ايه بتقول ايه يا دكتور؟ بوليس؟ بوليس ليه؟ دي كانت بتمسح السلم ووقعت من عليه عادي يعني، هو في حد جه جنبها ولا حاجة؟ حتى جوزها واقف قدامك اهو يا دكتور ومفيش اي مشاكل ما بينهم ولا حاجة، دي حتى بتحبه جدا. ازاي يعني يا مدام؟ يعني معقولة كل اللي حصل لها ده من وقعة السلم؟ بس طالما انتم مصرين خلاص هنستناها لما تفوق، ولو قالت كلام غير كده هضطر ابلغ الشرطة. والدكتور اللي قال كلامه وسابهم ودخل على جوه. وحماتي اللي قربت من عمر وقالت له ارجوك يا ابني حاول تتكلم معاها، يرضيك امك تتبهدل على اخر الزمن وتدخل الاقسام. يا ماما ما انتي عارفة ان هي كانت مستنية الحمل ده بفارغ الصبر، هي لو قدمت فيكي اي شكوى في القسم دلوقتي انا ماليش دعوة، انتوا تستاهلوا كل اللي يجرالكوا. اخصى عليك يا عمر يا ابني، يعني ترضى على امك انها تتعب وتتمرمط في الاقسام على اخر الزمن؟ طيب يا عمر بلاش عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر ربنا ادخل لها واتكلم معاها انها يعني ما تقدمش فينا بلاغ، واحنا والله ما هنتعرض لها بعد كده. مش كده برضو يا ماما؟ ايوه والله يا بنتي، ولو عاوزة تدخل شقتها واحنا نمشي منها انا ما عنديش اي مشكلة، بس عشان خاطري يا عمر يا ابني ما تسيبهاش تعمل فينا اي حاجة، اختك ممكن بيتها يتخرب وانا يا ابني مش هقدر اتحمل بهدلة اللقسام برضو. طيب انتوا ليه ما فكرتوش في الكلام ده يا ماما وانتوا بتعملوا عملتكم السودة دي؟ وبعدين اللي راح في طيس ده كان ابني برضو مش ابنها لوحدها، بس انا هعمل بأصلي معاكم وانتوا هتوفوا بوعدكم معايا، ماشي يا ماما؟ خلاص حقك عليا يا عمر يا ابني، وانا واختك هنسمع كلامك في كل حاجة. المهم بقى مراتك ما تعملش فينا اي محضر وتقول ان هي وقعت لوحدها، ماشي يا عمر؟ وحماتي وبنتها اللي سابوه مشيوا على طول، وعمر اللي دخل لي الأوضة، ولما فقت لقيته واقف قدامي وفضلت اعيط وقلت له شفت امك واختك عملوا فيا ايه يا عمر؟ انا خدت علقة عمري في حياتي ما خدتها ابدا، ومش بس كده دول رموني من على السلم ونزلت ابني اللي انا كنت بتمنى افرح بيه واشيله على ايديا، يلا منهم لله. وعمر اللي قعد يعيط قدامي وقال لي حقك عليا انا يا حبيبتي، واوعدك ان انا مش هخليهم يقربوا منك من تاني او حتى تشوفيهم قدامك خالص. لا يا عمر انا لازم اخد حقي منهم هما الاتنين، عايزه حق الضرب اللي اتضربته كله، وعايزه حق ابني اللي اتحرمت منه كمان قبل ما اشوفه ولا حتى اعرف بوجوده.
بس دي في الاول وفي الاخر امي يا سمر، وانا مجرؤش اطوعك تعملي حاجه زي كده فيها. بس انت اللي ما سمعتيش كلامي ورحت الشقه من ورايا. انا غصب عني برضو يا سمر، دول اهلي قدام الناس وقدام ربنا، وهم مسؤولين مني برضو. عشان خاطر يا سمر يا حبيبتي عدي اللي حصل ده، وانا وعدك اني مش هدخل لهم بيت تاني ولا حتى هعرفهم في يوم من الايام. وهو ربنا كرمنا بفلوس كتير ونقدر نخليكي تتعالجي من اول وجديد وتبقي احلى ام في الدنيا. بس وغلاوت عندك يا حبيبتي عدي اللي حصل ده وما تعمليش فيهم اي محضر. حاضر يا عمر، انا هعدي اللي حصل لي ده عشانك انت وبس، عشان انا مليش غيرك في الدنيا دي، وكفايه ان انت معوضني عن حاجات كتيره في حياتي. بس بجد لو عرفت ان قرش واحد من الفلوس بتاعتي راحت لامك او اختك، انا عمري ما هسامحك ابدا يا عمر، ماشي؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، لاجل خاطر عيونك انتي هتبرى منهم عمري كله، وموضوعهم ده اتقفل من جوايا خلاص ومش هيتفتح تاني ابدا. ارتاحي انتي بس دلوقتي عشان ما تتعبيش اكتر من كده، ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. وفعلا كتبت في التقرير الطبي ان انا وقعت من على السلم من غير ما اقصد، وما عملتش فيهم اي حاجة عشان خاطر عمر جوزي، والموضوع اتقفل على كده. وتاني يوم رجعت على بيت بابا، وعمر جوزي كان ماسك ايديا ومسندني، ولقينا احلام مرات ابويا لابسه فستان ضيق جدا وقاعده قدام التلفزيون. واول ما شافتني قالت: ايه ده مالك يا اختي وايه اللي حصلك؟ بس اقول ايه، ادي اخرة الفلوس الحرام. وانا كنت متضايقه جدا من الفستان الضيق اللي هي لابساه قدامي، وقلت لها: انت ازاي تقعدي كده قدامنا؟ لو سمحتي قومي غيري هدومك دي في اوضتك، او حتى اقعدي في اوضتك بالتلفزيون ده، انت مش عايشه لوحدك في الشقه. والله يا حبيبتي اللي مش عاجبه ياخد بعضه كده ويمشي، ده بيتي واقعد فيه براحتي. ولا ايه يا سو عمر، هو انا قلت حاجه غلط ولا شكلي في حاجه عيب؟ استغفر الله العظيم. يلا بينا يا حبيبتي ندخل على اوضتنا، وما تسمعيش كلام اي حد عايز يتعب اعصابك او حتى يضايقك. وفعلا انا وعمر دخلنا على اوضتنا وقفلنا علينا الباب، وقلت له: بقول لك ايه يا عمر يا حبيبي، ما تيجي نرجع شقتنا القديمة، انا مش مرتاحة هنا خالص. بالعكس طبعا يا حبيبتي، بعد المنظر اللي انا شفته بره ده مستحيل نمشي من هنا ابدا. وقبل ما تفهمي كلامي غلط، انا اقصد يعني عشان سمعة ابوك الله يرحمه، ينفع برضو الناس تلسن علينا وتقول ان ابوكي مات ومراته ماشية على حل شعرها ومش لاقية اللي يلمها؟ معاك حق فعلا يا عمر. طيب انا هبقى اتكلم معاها بالذوق كده، روح انت على شغلك وانا هنام لي شويه وارتاح، واحاول بعدين اتحرك شويه زي ما الدكتور قال لي. خلاص ماشي يا حبيبتي، وانا مش هتاخر عليكي، وهجيب لك معايا اكل جاهز من بره عشان تتغذي وتخفي بسرعه. بس معلش يعني ممكن اخد فلوس من الدولاب؟ اصل المستشفى اخدت الفلوس اللي في جيبي كلها وما بقاش معايا ولا مليم. يا حبيبي خد كل اللي انت عايزه، دي فلوسك قبل ما تبقى فلوسي، ويا ريت ما تستأذنيش تاني، مفهوم؟ يا حبيبتي يا سمر، ربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. وعمر اللي قرب مني وبسني من راسي واخد الفلوس من الدولاب وطلع على بره، وقبل ما يفتح باب الشقة وقفته احلام وقالت له: جرى ايه يا سو عمر، هو انت يا اخويا مش عارف تلم عينيك عني شوية حتى ومرتك واقفة جنبك؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا ست انتي؟ لو سمحت بعيدي عن طريقي، انا مش فاضل الكلام الفارغ بتاعك ده، عندي شغل مهم دلوقتي. براحتك يا سو عمر، بس على فكرة بقى، انت لما قررت تقعد معايا هنا في الشقة انا كنت مبسوطة وفرحانة جدا، وحبيت اهتم بنفسي اكتر من الاول، وبقيت البس اشيك فساتين عندي. وانا مالي يعني بكل الكلام اللي انت بتقولي ده؟ لو سمحت بعيدي عن طريقي. وعمر اللي سابها ومشي،
وكان دايما طول الوقت ما بيفكرش غير في أحلامه بس وشكلها وجسمها الملفت. وعدى كام يوم على كل اللي حصل ده، وكانت دايما أحلام بتحاول تقرب من جوزي وتلفت نظره من ورايا بأي طريقة، لحد ما في يوم عمر جوزي اللي رجع من الشغل بالليل ودخل على المطبخ وكان بيعمل كوباية شاي لنفسه، ودخلت عليه أحلام وكانت لابسة قميص نوم قصير وقربت منه وقالت له: أنا ما كنتش عارفة أنام خالص يا سي عمر غير لما تيجي وأشوفك بعينيا. ياه، ما تعرفش بكون مرتاحة قد إيه وإنت موجود معايا في البيت. وعمر اللي بصلها من فوق لتحت وقال لها: انت ازاي تقفي قدامي بالشكل ده؟ مراتي ما بتعملش اللي انت بتعمليه ده خالص. هو انت بتشبه مراتك بيا انا برضو يا سي عمر؟ هو انت فاكر ان البت سمر دي واحدة ست زي باقي الستات؟ انا مش عارفة راجل زيك بالرجولة والجدعنة دي ازاي قادر يعيش مع اللي اسمها سمر دي. ايوه هي فعلا طيبة، بس انت ما تستاهلش واحدة زيها ابدا. وعمر اللي كان واقف متلخبط جدا وعمال يمسح في عرقه وقال لها: انتي عايزة مني ايه بالظبط؟ عايزة ابقى مراتك على سنة الله ورسوله. انا لسه صغيرة ومن حقي برضو ان انا اتجوز واعيش سني مع واحد زيك كده يا سي عمر، مش العجوز اللي كنت متجوزاه لو فكر يقوم الكنبة للسرير بس يقع من طوله. طيب يلا بينا، انا مستعدة اهو. لا لا لا، اهدى على نفسك كده، انت نسيت ان انا لسه في شهور العدة ولا ايه؟ انت لو عايز تتجوزني بجد استنى لما عدتي تخلص الاول. هستنى طبعا، هستنى على احر من الجمر، بس اهم حاجة عندي سمر مراتي ما تعرفش اي حاجة عن جوازنا، تمام؟ ده انت شكلك كده بتحبها جدا لدرجة ان انت مش قادر تتجوزني قدام الناس عشانها. لا وانت الصادقة مش عشانها خالص، اذا كان على سمر ما تلزمنيش بنكلة حمرا، كل اللي انا صابر عليه هو فلوسها وبس، فلوسها اللي وراها وتحت ايديها. قلتلي بقى. طيب وانت هتتجوزني بقى عشان ايه؟ عشان عايز ابقى معاكي على طول، اصل انت مش عارفة انت عجباني قد ايه وداخلة نفوخي وعايزة اتجوزك في اسرع وقت. خلاص وماله، خلينا كده لحد ما عدتي تخلص وبعدين نبقى نتكلم ونشوف هتعمل ايه في الموضوع ده. واحلام اللي سابته ودخلت على اوضتها على طول، وعمر اللي دخل عليا في الاوضه وما كانش على بعضه خالص، وسالته وقلت له: الله مالك يا عمر، مالك مش على بعضك كده ليه؟ مفيش. مش انت كنت نايمه يا حبيبتي؟ كملي نومك يا سمر، مفيش اي حاجه، اصل انا مصدع بس حبتين. طيب يا حبيبي تعال ارتاح هنا لحد ما اقوم اعمل لك كوبايه شاي، ما تقلقش عليا وما تخافش، انا خلاص خفيت وبقيت كويسه جدا. وبعدين معاكي بقى يا سمر، ايه الزن بتاعك ده كله؟ ما انا قلتلك نايم، انا لو عايز شاي انا مش مشلول في ايديا، هقوم واعمله لنفسي على طول. نام انتي بس وارتاحي، انا مش حابب بس اتكلم في اي حاجة دلوقتي. وانا سمعت كلامه ونمت على طول، بس كنت متضايقة جدا من طريقة كلامه معايا. وعدى كام شهر على كل اللي حصل ده، واحلام كان كل يوم والتاني بتعلق عمر جوزي بيها اكتر واكتر. وفي يوم من الايام كنت قاعدة في الصالة والباب خبط عليا، ولما قمت عشان افتح الباب لقيت الحاج معتمد المشرف بتاع المصنع بتاع ابويا الله يرحمه، وقلت له: اهلا وسهلا يا عم معتمد، اتفضل ادخل. معلش بقى يا بنتي ان انا جيتلك كده من غير ميعاد، بس الموضوع ده مهم قوي ولازم نتكلم فيه بسرعة. طيب اتفضل ادخل يا عم معتمد ونتكلم براحتنا، مش هينفع نتكلم واحنا واقفين على الباب كده. وعم معتمد اللي دخل وقعد وقال لي: المصنع بقت حالته صعبة قوي يا بنتي، من وقت ما الحاج مات
والعمال مش شايفين شغلهم كويس ابدا، ولا حتى الطلبيات بتتسلم في ميعادها. طيب وليه كل ده بس يا عم معتمد؟ هو حضرتك بتعمل ايه بس في المصنع؟ ده انت اكتر واحد بابا الله يرحمه كان بيعتمد عليه في الشغل. انا مهما عملت يا بنتي في الاخر والاول انا شغالة عندكم، مش صاحب المصنع عشان ادخل واتكلم واتأمر على العمال. انت لازم تيجي بنفسك وتشوفي شغلك ماشي ازاي. ايه اللي مقعدك هنا لحد دلوقتي يا بنتي؟ معلش يا عم معتمد، اصلا انا كان عندي ظروف وكنت تعبانة شوية. طيب هو الاستاذ صلاح ما بلغنيش ليه بالاخبار دي؟ لو تقصد الاستاذ صلاح المحامي فالبقاء لله من اسبوع كده تقريبا، وابنه اسلام هو اللي مسك المكتب بتاعه. ابقي برضه روحي له يا بنتي وعدي عليه عشان تشوفي حل في التوكيل اللي انت كنت عاملاه للمرحوم. بس ابنه شاطر جدا ومش هيتأخر عليكي في اي حاجة. حاضر يا عم معتمد، اللي فيه الخير ربنا يقدمه ان شاء الله. وانا من بكرة الصبح هكون عندك في المصنع ومشي يا عم معتمد من عندي. واول ما جه الليل عمر جالي وحكيت له على كل اللي حصل معايا، وقال لي وماله يا حبيبتي، انا هروح للمحامي بكرة وانت تروحي المصنع تشوفي شغلك فيه. انا عايزك دايما ناجحة كده ومحافظة على فلوسك يا حبيبتي، وانا هكون سندك في الدنيا دي وظهرك كمان. انا بجد مش عارفة اقولك ايه يا عمر، انت لو مش موجود في حياتي اكيد كل قرايبي واهلي كانوا داسوا عليا برجليهم. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا غالية. يلا يا حبيبتي تعالي نامي وارتاحي عشان تلحقي شغلك الصبح بدري. ماشي يا عمر، يلا تصبح على خير يا حبيبي. وبعد ما نمت على طول عمر اتسحب من الأوضة وطلع على السطوح على طول، ودخل الأوضة اللي فيها الفراخ وأحلام مرات أبويا اللي كانت واقفة ومستنياه، وقالت له مالك يا سو عمر، صحتني من أحلاها نومة ليه؟ ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ أصل المحامي اللي كانت معاه وصية المرحوم قابل وجه رب كريم خلاص. يا سلام، وده بقى هيغير حاجة؟ ما انت عارف ان كل حاجة مكتوبة باسم اللي ما تتسمى سمر. اكيد طبعا هيغير حاجة، اصل ابنه هو اللي مسك كل التوكيلات كلها. احنا بقى نروح له كده بربطة المعلم ونقول له ان سمر ضحكت على ابوها وانها خدت كل املاك ابوها لنفسها، ونخليه يساعدك تاخدي حقك ونطمعه كده في كام قرش زيادة. يا سلام على دماغك اللي زي الألماس، ده طلعت دماغك دي مش سهلة أبدا. ماشي يا عمر، على العموم أنا معاك يا حبيبي في كل اللي تقولي عليه. ماشي يا أحلام، أنا هنزل بقى دلوقتي لحسن تقلق وتصحى وما تلاقينيش نايم جنبها. وفعلا عمر سابها ونزل على تحت، وتاني يوم أحلام راحت مع عمر للمحامي وكمل كلامه وقال وادي كل الحكاية يا أستاذ حسام. أنا نصحت مراتي أكتر من مرة وهي برضو ما اقتنعتش وأخدت حق البت الغلبانة دي. أنا معتمد عليك يا متر بعد ربنا إن أنت تساعدني وارجع حقي تاني. أنا مش عايزة قواضي ولا محاكم، أنت عارف إن هي مش هتكسبني أي حاجة. أنا عايزة أعمل زيها وأخد حقي بعيد عن القانون. وانا معاكي يا مدام في كل اللي انت عايزاه، بس انا برضو مش هعمل كده لله في لله. انا عايز اخد مكسبي زي ما انتوا هتاخدوا مكسبكم. كل اللي تطلبه يا متر انا هديهولك من العندي قبل العندي، بس البت سمر دي تخسر كل حاجة وتبقى كل الاملاك باسمي انا وبس. الموضوع ده يا مدام عشان يتم لازم يبقى حد موثوق فيه تعمل له توكيل رسمي بكل حاجة، مثلا يعني زي جوزها. وجوزها بقى في الوقت ده يبيع المصنع ويسحب الفلوس اللي في البنك، ولو على إجراءات البنك فتمام، أنا ممكن أخلصها عادي يعني. خلاص كده اتفقنا يا متر، بس أنا كده النص بتاعي اللي في الشقة هيفضل زي ما هو، مش كده برضو؟ ايوه طبعا ان شاء الله يا مدام، ما تقلقيش من الموضوع ده خالص.
ومشيوا هما الاتنين من مكتب المحامي. وفي الوقت ده انا كنت واقفة في المصنع ولقيت حسام جالي وقلت له: مين حضرتك يا استاذ وليه طلبت تشوفني لوحدي؟ كويس جدا ان انا لقيتك دلوقتي يا مدام سمر. انا جيت لحد عندك لان ابويا الله يرحمه وصاني عليكي. انا ابن الاستاذ صلاح الله يرحمه. يا اهلا يا اهلا بيك يا متر. طيب تحب تشرب ايه؟ لا ملهوش لزوم يا مدام، كل الحكاية ان عمر جوزك كان قاعد معايا في مكتبي من شوية. ايوه فعلا يا متر، هو قال لي امبارح ان هو هيروح لك المكتب عشان يتفق معاك وتبقى مكان والدك الله يرحمه في المصنع. بس يعني يا مدام سمر، جوزك ما جاليش لوحده وما اتفقش معايا كمان ان انا يعني اشتغل مكان ابويا الله يرحمه. انا مش فاهمة منك اي حاجة يا متر، ممكن تتكلم على طول من غير لف ولا دوران؟ حاضر يا مدام سمر، انا هقولك واحكيلك على كل اللي حصل بالظبط، وحكالي على كل اللي طلبوا مني عمر واحلام. وانا اللي اتصدمت جدا وقلت له: لا مش معقول بقى عمر يعمل فيا كده، لا اكيد في حاجة غلط. انا كنت عارف برضو يا مدام سمر ان انت مش هتصدقيني ابدا، عشان كده سجلتلك كل كلامهم معايا على الموبايل بتاعي من غير ما ياخدوا بالهم خالص ان انا بسجل لهم. وفعلا حسام اللي طلع الموبايل بتاعه وسمعت كل كلامهم، وانا اللي انهارت من العياط وقلت: ليه تعمل فيا كل ده يا عمر؟ ده انا اتنازلت عن حقي اكتر من مرة عشانك، واتحملت ظلم امه واخته ليا اكتر من مرة برضو، وفي الاخر يخوني ويكون عايز يدمرني ويدمر كل حياتي. سبق وقلتلك قبل كده يا مدام ان ابويا الله يرحمه وصاني جدا عليكي، فاطمني انا معاكي دايما ومش هسيبك ابدا، وهوقعهم هما الاتنين في شر اعمالهم. وعلى اخر اليوم ركبت العربية بتاعتي ورجعت على البيت، وانا كنت رايحة لعمتي عشان احكي لها على كل اللي اعرفه، وقلت لنفسي ممكن تساعدني، ووقتها هديها جزء من ورثي كصلة رحم. واول ما وقفت على باب شقتها اتصدمت جدا لما سمعت صوت احلام خارج من جوه وهي بتقول: انا مش عايزاكي تقلقي خالص وتحط في بطنك بطيخة صيفي. المحامي طمنا النهاردة وقال لي ان انا هاخد ورثي كله وهديكي برضو اللي فيه النصيب، ووقتها بقى هخلص من اللي اسمه عمر ده وارميه في الشارع هو ومراته. هو ده الكلام. بس برضو يا احلام انا عايزاك تخلي بالك من الواد اللي اسمه عمر ده واد مية من تحت تبن ومش سهل ابدا. لا على نفسه مش علي انا مش هسيب حقي ابدا، وهعمل اي حاجة في الدنيا عشان ارجع حقي ليا من تاني، ومفيش حاجة هتمنعني. وانا اول ما سمعت كلامهم طلعت على شقتي بسرعة، وان كلهم طمعانين فيا وعايزين ياخدوا مني حقي. واول ما دخلت شقتي لقيت عمر قاعد قدامي وقال لي: حمد لله على سلامتك يا حبيبتي، تعالي بقى امضيلي على الورقة دي بسرعة عشان المحامي بكرة يخلص لي كل اجراءات الورث. وانا اللي قعدت قدامه وقلت له: معقولة لسه لحد دلوقتي اجراءات الورث ما خلصتش يا عمر؟ ها؟ اصل الاستاذ صلاح الله يرحمه كان تعبان قوي وملحقش يعمل اي حاجة، وابنه بقى عايز يخلص لنا كل حاجة بايديه. وفعلا اخدت منه الورقة ومضيت عليها، وقال لي: انا هروح مشوار مهم كده يا حبيبتي وهرجع متأخر، مش عايزك تقلقي عليا، نام انتي على طول وما تستنينيش. وانا بصيت له وما كنتش طايقة حتى رد عليه، وهو اللي سابني ومشي على طول. وانا مسكت تليفوني واتصلت بالمحامي وقلت له: ايوه يا استاذ حسام، انا مضيت على الورق اللي معاه زي ما حضرتك قلتلي وفهمتني. ما تقلقيش يا مدام سمر، بكرة ان شاء الله هروح ابلغ عنهم هما الاتنين بالتسجيل اللي معايا ده وهيروحوا في 60 داهية. لا ارجوك يا استاذ حسام، انا عايزة حاجة تانية تحصل واتمنى بجد تساعدني فيها. انا تحت امرك في اي حاجة عايزاها مني، وامريني يا مدام سمر. انا هقولك على كل اللي في دماغي يا استاذ حسام، بس يا ريت تعمله بالظبط.
وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده، وفي يوم عمر طلع لأحلام في عشة الفراخ لأنها كانت قاعدة ومستنياه، وقال لها ملهوش لزوم أبدا يا أحلام إن كل يوم والتاني نتقابل هنا في عشة الفراخ. خلاص حسام خلاها تتنازل على كل أملاكها ليك انتي وبس. وأحلام اللي مسكت منه التوكيل وقالت له لا ملهوش داعي، خلاص نتأخر أكتر من كده إن أنا أسيب سمر قاعدة كل ده في البيت. أظن كده بقى يا حبيبتي عدتك خلصت على خير، هجيب المأذون ونتجوز دلوقتي هنا ونخليها بدل ما تاخد صدمة واحدة تاخد صدمتين. ده عشم إبليس في الجنة يا عينيا، انت بالنسبة لي كوبري مش أكتر. يلا أنا أخدتك كوبري عشان أخد حقي من جوازتي، أيوة جوازتي من الراجل العجوز اللي اتحملت قرفه وفي الآخر كتب كل أملاكه لبنته. انت بتقولي ايه يا أحلام؟ يعني انت ضحكت عليا؟ ده سمر كانت بالنسبة لي كل حاجة، وكل حاجة كانت تحت ايديا، وفي الآخر عشان واحدة زيك أخسر كل حاجة بسببك؟ من غير كلام كتير يا عينيا، هتاخد مراتك من هنا وتمشي، وإلا بقى هرميكم زي الكلاب في الشوارع. وعمر اللي مسكها من شعرها وقال لها مش هتلحقي تعملي كده، الورقة اللي في ايديكي دي هتتقطع دلوقتي حالا، وكل حاجة هتفضل بتاعت سمر زي ما هي. ده بعينك يا حبيبي ان انت تطول الورقة دي مني، او حتى خليك تبقى جوزي يا عرة الرجالة. واحلام اللي سابته وقعدت تجري على بره، وعمر اللي جري وراها وجي ياخد منها الورقة، وقعت من فوق السطوح في الحال وطبت ساكتة على طول. والجيران اللي طلبوا الإسعاف والشرطة وأنا كنت واقفة معاهم في الشارع، وعمر اللي قال أنا ما عملتلهاش أي حاجة، هي اللي وقعت هي اللي وقعت، دي كانت عايزة تفرق بيني وبينك يا حبيبتي، والله دي واحدة مش سهلة أبدا. والظابط اللي كان واقف جنبي قال له يعني هي اللي وقعت ولا انت اللي زقتها ووقعتها بعد ما اختلفتوا على الفلوس اللي انتوا زورتوا عقودها عشان تاخد ورث مراتك كله؟ ها ايه الكلام ده يا باشا؟ الكلام ده ما حصلش. انت دلوقتي عندك تهمتين مش تهمة واحدة، ان انت السبب في اللي حصل لأحلام، وتاني تهمة ان انت زورت كل الاوراق الرسمية وقدمتها للشهر العقاري. مش انا يا باشا اللي عملت كده، ده حسام المحامي هو اللي زور كل الاوراق. حسام قدم كل التسجيلات للنيابة ان انت كنت بتروح له وبتطلب منه يساعدك في الجريمة دي، وهو اثبت كده في القضية. يلا اقبض عليه يا عسكري. وعمر اللي قعد يعيط وقال الحقيني يا سمر، انا ضحية اللعبة بتاعتهم دي كلها. يلا في 60 داهية يا عمر، انت ضحكت عليا وخنت ثقتي فيك، وجه الوقت اللي اخد حقي منك ومن اهلك اللي هيترموا في الشارع لما ما يلاقوش اللي يصرف عليهم. وفعلا الشرطة اخدت عمر وقبضت عليه، وانا نزلت شقة عمتي اللي فتحت لي وقالت لي شفت اخرة البت احلام وطمعها اهي راحت في شربة مية. يا ريت تلم حاجتك كده بالذوق يا عمتي وتاخدي عيالك وجوزك وتمشي من هنا، الشقة دي بتاعت ابويا الله يرحمه، يعني بتاعتي انا برضو، وانا مش عايزة اي حد يقعد فيها. ولا تحب تحصلي احلام اللي كنت بتتفقي معاها عليا؟ بقى سمر الهبلة العبيطة اللي القط ياكل عشاها يطلع منها كل ده. الدنيا والزمن بتعلم كتير يا عمتي، واحسن لك بقى تمشي بسرعة من هنا، وإلا بقى مش هيحصل لك كويس أبدا. وعدت سنة على كل اللي حصل ده، وفي المصنع بتاعي دخل عليا حسام وقال لي بسم الله ما شاء الله، المصنع بقى شغال زي الفل وأكتر من أيام الحاج الله يرحمه. ده بفضلك طبعا يا حسام، انت وعمي معتمد بعد ربنا سبحانه وتعالى، ووقفتكم جنبي دي. انت زي اختي بالظبط يا مدام سمر، وانا معاكي في اي وقت تحتاجيني فيه. انا مبسوط جدا ان انت رجعتي تقفي على رجليكي من تاني. المهم يعني انا كنت جاي عشان اتكلم معاكي في موضوع كده
في واحد صاحبي أرمل ومعهوش أولاد خالص ومرتاح ماديا جدا وعايش لوحده، وكان شافك من فترة كده وطلب مني إن هو عايز يطلب إيديكي للجواز. بس أنا فعلا يا حسام مش بفكر في موضوع الجواز ده دلوقتي خالص. كل اللي طالبه منك يا سمر ان انت ما توقفيش حياتك على ناس ما كانتش تستهلك اصلا. على فكرة بقى، هو ابن عم المدام ادي لنفسك فرصة تانية يا سمر ان انت تبدأي حياتك من جديد، ويمكن يكون ده الخير ليك يا سمر. وفعلا قابلت محمد صاحبه واتجوزت وخلفت بنت زي القمر، ومفيش اي حاجة ساعدتني غير ان انا اعتمدت على نفسي وما رميتش مشاكلي على اي حد. وبكده حكايتنا انتهت، بس ما خلصتش حكايتنا. استنوني في قصة وحكاية جديدة مش موجودة غير عندنا وبس، وحكايات ولا ألف ليلة وليلة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد بنقدمه. وما ننساش اللايك ورأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله.